محمد بعد ما قدر يسيطر على افكاره ودماغه، لما دخل اخر مرة بقى خالص قدر يسيطر على الواقع اللي بيلاقيه هناك. يعني قدر يسيطر على ارض احلامه، قدر يسيطر على الارض اللي هو كان نفسه يلاقيها. كل حاجة هو رسمها قبل ما يخش لقاها. لما من الاخر لما قدر يسيطر على ده، هو كل حاجة هنا على فكرة. وعلى فكرة يعني انا تقريبا هنا هنبدأ بعض الاحلام والطموحات تنزل شوية. هخيب امال بعض الناس دلوقتي، بس لا، ما تقلقش، خليك بس معايا للاخر كده، هتلاقي ان الموضوع بسيط جدا. كل اللي عايزك تبقى عارفه ان ارض الاحلام دي موجوده عند كل واحد فينا. هو بس انت محتاج تسيطر على افكارك. انت تقدر توصل لارض الاحلام دي بسهوله، بس انا عايزك بس تقدر تتحكم في عقلك، لان عقلك ده اذكى مني ومنك بكتير. عقلك بيتحكم في كل حاجه حواليك. ما تست... اه على فكره بجد عقلك بيتحكم في كل حاجه حواليك لو انت مش واخد بالك، بس بطريقه غير مباشره. لان انت زي ما انت عارف عقلك موجود منه هو عباره عن 3 اجزاء. عقلك الواعي وده اللي فيه اغلب الحاجات اللي بنفكر فيها، زي ان انا عايز اكل ايه كمان شويه، هروح فين، هلعب ايه، هذاكر ايه، المفروض اعمل ايه. عقلك اللاواعي، العقل اللي هو فيه كل الحاجات اللا اراديه اللي انت بتفكر فيها. في حاجه في النص اسمها عقلك الباطن. فاهم؟ تقريبا كلنا بنسمع الجمله دي اللي هو بتاعت عقلك الباطن ده، بس مش عارفين ايه لازمتها. عقلك الباطن ده حاجه في النص ما بين الاتنين، اللي هو بيقدر يوصل من الواعي للاواعي. خلي بالك انت متقدرش تتحكم في حاجه من التلاته غير عقلك الواعي. الاتنين التانيين ملكش قدره عليهم. الاتنين التانيين عقلك الواعي تقريبا 10% من عقلك، او من اجزاء عقلك. عقلك الباطن انت تقدر تتحكم في جزء صغير. بعد شوية أبحاث، العلماء لقوا إن أنت أغلب الناس نسبة تحكمهم في العقل الباطن تتراوح من 11 ل 15%. يعني هو من 11 ل 15%، أنت متخيل؟ حاجة عبيطة أوي. بعد برضو أبحاث تانية على العظماء اللي بنشوفهم، زي واحد كلنا عارفينه، أينشتاين، بالنسبة العامة والخاصة والطالعة والنازلة والرايحة والجاية، فاهم؟ والقوانين اللي مطلع عينينا بيها دي، ومخلي طلبة هندسة عمالة تعيط، بشوفهم قدامي والله. ده كله كان بيستخدم 17.5%. تخيل واحد زي ده لو كان وصل مثلا ل20% كان عمل فينا ايه؟ الحمد لله، الحمد لله انها جت على قد كده يعني. انت متخيل الواحد لما النسبة بتزيد بيعمل ايه في البشرية؟ فخلي بالك بقى من النسبة دي، كل ما بتزيد هي زيادتها مش صعبة، هي زيادتها سهلة. واحنا نقدر نتحكم في الزيادة دي. كان في فيلم بقى اللي كنت بتفرج عليه، ده الفيلم الخيالي اللي كنت بتفرج عليه، اللي هو كان فيه عمرو واكد، لو انت عارفه. وفي البنت مش عارف اسمها ايه دي، اللي كلنا بنتفرج على اي فيلم ليها. آه، الفيلم كان بيتكلم عن لوسي، اللي هي البنت اللي بالصدفة راحت في محل مخدرات أو حد تاجر مخدرات، اداها بودرة زرقاء كده، دخلت جسمها واتفتحت جوه جسمها واختلطت بجسمها، وصلت للمراكز العصبية في جسمها أو في دماغها يعني. لما البودرة دي وصلت، خلت دماغها يتنشط أكتر، فخلت نسبة تحكمها في عقلها تزيد أكتر. بدل ما كانت 15%، بدأت توصل ل20%. 20% بدأت تسيطر على جسمها نفسه، تسيطر على الحاجات اللا إرادية اللي احنا بنتحكم فيها. تسيطر على مثلا كمية ضخ الدم، مش عارف ايه الحاجات دي، التنفس، فاهم؟ اللي هو قدرت تسيطر على جسمها بمعنى أصح. النسبة دي زادت، وصلت ل40% أو 30%، بدأت تسيطر على الناس اللي حواليها، بدأت تسيطر على كل واحد حواليها وتخليه مش عارف يعمل ايه، يفكر ازاي، تقرا الأفكار. 80% بدأت تسيطر على التكنولوجيا، الحاجات اللي هي الجماد، فاهم؟ الحاجات اللي احنا مش عارفينها. وصلت 100% قدرت تسيطر على الحاجات الحيوية اللي موجودة في جسمنا، في الكون يعني. اللي هو حاشا لله، عارف انت كده، شبه إله. طبعا بعيد عن الخيال العلمي والعبط ده، بس الفكرة في الموضوع كله ان هي لما قدرت تسيطر على، او قدرت تزود نسبة تحكمها في عقلها، قدرت تسيطر على الواقع. وده اللي كان محمد بيتدرب عليه، ان هو يقدر يسيطر على افكاره، يقدر يسيطر على عقله الباطن. بعد تدريب وفترة طويلة قدر يسيطر على عقله الباطن وقدر يوصل لأرض الأحلام. عقلك الباطن ده بيتحكم في كل حاجة تقريبا انت بتحسها، او تقريبا بيتحكم في كل حاجة حواليك يعتبر. ما تستغربش من اللي هقوله ده، بس خلي بالك الموضوع بجد مش هزار. يعني انا برضو كنت مستغرب لما فهمت الحوار ده. عقلك الباطن بيتحكم، يعني تقريبا كلنا عارفين ان هو ده يتحكم في ايه،
تتحكم في مشاعرك، في مخاوفك، في اي شعور انت مش بتبقى قادر تسيطر عليه، زي الخوف، القلق، التوتر، السعادة، الشغف، الشجاعة. فاهم؟ اي شعور، اي حاجة ليها علاقة بالنفسية، عقلك الباطن ده يقدر يتحكم فيها. يعني من الاخر كل اللي عايز اقوله لك ان كل حاجة بتدور هنا. انت لو عرفت تسيطر على ده او قدرت تتحكم في ده، تقريبا 90% من المشاكل النفسيه اللي انت بتمر بيها هتعدي. من اكتئاب بقى، الاوفر سينكينج، التراست ايشوز، مش عارف، فاهم؟ اغلب الحاجات اللي بتجيلنا دي هنقدر نسيطر عليها، مش هتبقى بتتحكم فينا. يعني من الاخر انا محتاجك انت اللي تسيطر على عقلك، مش هو اللي يسيطر عليك، لانه لو سيطر عليك هيوديك في ده. لان برضو الموضوع ليه ابعاد تانية، يعني ان هو لو سيطر عليك هتلاقي ان في شيطان في النص، شيطان من اللي بيوسوس ده هيقدر يسيطر على عقلك، لانه مفيش حاجه بتتحكم في عقلك، هو بيتحكم في نفسه. خلي بالك، هو الموضوع معقد شويه انا عارف، او عبيط ايهما اقرب، بس عقلك لو كان لوحده هو المسيطر، لازم هتلاقي حاجه فوقيه تسيطر عليه، وهيبقى الشيطان بجد. فلو انت ما سيطرتش على عقلك، خليت انت اللي تتملكه، هو اللي هيتملكك. خلي بالك الموضوع وحش، ما تخلوش يتملكك، عشان لو تملكك هيحصل لك حاجات كتير قوي من اللي مرت علينا كلنا، من الحاجات الوحشه اللي بنمر بيها كلنا يعني. الموضوع محتاج تدريب، ومش سهل يعني انك تقدر تسيطر على عقلك، بس هو محتاج تدريب وخطوات طويله قوي قوي، بس بسيطه. مشكلتها هي الخطوات بسيطه وسهله، بس محتاجه تدريب طويل قوي. احنا مع بعض ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هقول لك الخطوات دي عباره عن ايه، هنتدرب عليها مع بعض، لان انا برضو فاهم انا محتاج الخطوات دي قوي. هجرب الخطوات وبعد كده اقول لك، اطلع لك في الفيديو احنا عملنا 1 2 3 والنتيجه كانت 1 2 3. فانت محتاج اقول لك تطبق الخطوه دي ازاي، واقول لك هتوصل لايه في الاخر، وهقول لك قبل ما توصل هتوصل تنط على الخطوه اللي بعدها ازاي. فتابع معايا الفيديوهات، وما تنساش تعمل شير وسبسكرايب للفيديو ده، علشان الفتره اللي جايه نقدر ننفع بعض، علشان هيبقى في حاجات حلوه كتير قوي. يعني قبل ما اختم الفيديو برضو، كنت عايز اوريك حاجه كده والله، بس يعني مش عارف، دي بص بتاعنا لقيتها في الكراكيب كده. هو ملهاش علاقه بارض الاحلام ولا، بس فاهم، حسيت ان هو في فكره. فاهم؟ مج في زرع اخضر، ورق عنب تقريبا، بس شكلها حلو، لونها ابيض. المفروض انها كانت هتتعلق كده وتطلع معايا في الفيديو، بس ما عرفتش اعلقها. يعني حسيت ان مش عارف، كانت عايزه شنيور. لو حد عنده فكره ازاي نعلقها او نحطها قولي، يعني ممكن نفيد بعض. بس صح، من الاخر انا بس كنت كل اللي عايز اقوله لك ان انت محتاج تتعلم ازاي تتحكم في عقلك، وساعتها هتقدر توصل لارض الاحلام بتاعتك. لان برضو زي ما انت عارف، او متهيألي كلنا شفنا الحوار ده، لما بتشوف حد غني وحد فقير، الواحد الغني ممكن يبقى مكتئب عادي جدا، الفقير او مش الفقير يا عم اللي امكانياته محدودة، لا ساعات بيبقى مبسوط وساعات بيبقى راضي. هو ازاي يوصل للرضا ده؟ بعيدا طبعا عن المحتوى الديني او دينيا، لان هو الدين الاول. انت لو اقتنعت ان كل دي اقدار، وكل الحاجات الوحشه اللي بنمر بيها بتبقى اقدار، هتبقى عارف ان لا، دي مش حاجه وحشه حصلت لي. الابتلاء الوحيد اللي هيصيب اي انسان هو الابتلاء في دينه، دي الحاجه الوحيده اللي مش هتجازى عليها، دي الحاجه الوحيده اللي ملهاش لا ده انت خسرت دنيا واخره، فاهم؟ لكن اي ابتلاء تاني لا، انت ليك حاجه حلوه في الاخر، حتى لو مش في الدنيا بس هيبقى ليك حاجه حلوه في الاخر، صدقني. دي اول نقطه هتخليك تحس بالرضا، فحط عليها برضو هايلايتر كده، خليها تبقى قدامك على طول. بس من ناحية العلم برضو اقدر اقولك ان الرضا ده بتوصله لما تعرف تسيطر على دماغك، تعرف تسيطر على عقلك الباطن، تقدر تهرب من الافكار السلبية اللي بتجيلك لما تمر بموقف وحش مثلا. يعني الحاجات دي كلها هتلاقي نفسك في لحظة، بس طبعا بعد خطوات كتير قوي وفترة طويلة قوي وتدريب كتير قوي واستمرارية. وقلنا ان الخطوات بسيطة، بس مع بعض ان شاء الله هنقدر نحققها. فمش عارف، ما تنساش تعمل سبسكرايب وشير ولايك، يعني فاهم؟ يعني ان شاء الله نظبط الحوار ده مع بعض الفترة اللي جاية، علشان انا عايز اظبطه عندي برضو. سلام يا قلبي.